السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاية لكم النهاردة في فيديو مهم جدا للنساء فقط، يعني بعد إذنكم الرجالة ما تدخلش. طيب، في ستات كتير قوي مننا بتبقى رايحة العمرة وخايفة على فلوسها وتقول يعني أشيل فلوسي فين. تمام. أنا جاية النهاردة أقول لك على حاجة كويسة قوي. تمام. وبسيطة جدا، ممكن تشيلي فلوسك وتكوني يعني هي مأمنة عليها وما تقلقيش انها تتسرق، لان في ناس كتير جدا 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 بتنسرق من هناك. واحنا في جروب كده بتاع ستات بتبادلوا خبرات للعمرة والحج وكده. فواحدة بتقول انا اخدت من صاحبتي 200 ريال تقريبا او 400 ريال، والله ما فاكرة. فانتي ما تثقيش في حد. تمام. طبعا عقبال كل مشتاق، ويلا بينا هخلي بنتي اللي تاخد التليفون وتصور ونشوف هنعمل ايه. امسكي اهو. اول حاجه معانا البطل. ده البطل بتاعنا. ده ايه؟ يلا بينا. طيب عشان بنتي تاخد بس التليفون، امسكي اهو. بنتي صغيره معلش يا جماعه. بتعمل ايه؟ احنا قلنا البطل بتاعنا اهو. لازم تجيبيه بوك فرو. ليه فرو؟ عشان ما يضايقكيش وانتي لانك هتحطيه على جسمك. تمام. طيب، البوك اكيد بيكون ليه ايه؟ بيكون ليه سوسته زي دي اهو. هنا بحط الفلوس اللي انا عايزاها. حلو كده اهو. الفلوس اللي انت تخافي عليها، يعني مثلا انا معايا جايه ب 500 ريال، جايه ب 1000 ريال، ان شاء الله ب 200 ريال، خايفه عليهم، احطهم هنا واقفل. خلاص. بطلع منهم اللي انا هستخدمهم في اليوم. يعني مثلا انا بستخدم في اليوم مثلا 20 ريال، بصرف 30، بصرف 50، اطلعهم واخلي الباقي موجودين هنا. واعمل ايه؟ ده كيس شنطة عادي اللي هو بيجي فيه الهدوم. تمام. اعتبروا دي الحمالة، انتوا فاهمين بتاعت ايه. خلاص. هجيب بقى، لازم يتربط ربطة كويسة علشان خاطر ما يفكش منك وانت في الزحمة وانت في الحرم وانت نايمة وانت قاعدة في كل حتة، انت مش هتسيبيه. فانا مسكت الحمالة اهو. تمام. ده كيس احنا قلنا عادي عشان محدش يفكر حاجة تانية. واهو فاتحة. انا مش عارفة بنتي موضحة ولا لا، وضح الحتة دي اهوت. وهنجيب دي البوك احطه هنا، واجيبه من تحتيه اهو. شوفوا الربطة، شبه ربطة الجرب، شايفينها؟ تمام. واشد على الاخر. تمام. هعيدها تاني. البوك ده مش هتسيبيه نهائي معاكي 24 ساعة. لو بتغيري واحدة من واحدة، تمام، هتفكيه من هنا وتربطيه في التانية اهو يا جماعة. انا رابطة شريط ستان عادي في السوستة، وانا ماسكة اهو. دي الحمالة، انتوا عارفين حمالة ايه؟ مش عايزة افسر، خايفة الرجالة تخش اهوت. تمام. واجي عاملة كده اهو، مدخلاه من اللي هي الدايرة الصغيرة واهو. ده بقى معاكي في كل مكان انت فيه. البوك ده والله العظيم انا كنت بجيب حاجات من الشنطه بتاعه العمر لقيته، فقلت لا ده ايه، لازم اعمل لكم ايه بيه فيديو. تمام. معانا الشنطه التانية دي. الشنطه دي ممكن تاخد ومعانا المصحف بتاعنا. الاتنين دول هيبقى معانا في الحرم. حلو. الشنطه تاخد المصحف. وكنت بحط ازاز بقفل الحاجه دي هنا، وبحط ازازه ايه ميه هنا. تمام. طيب، بحط ايه تاني؟ بجيب البوك الكبير بقى الاصلي بتاعي، بحط فيه جواز السفر، بحط فيه حاجتي اللي انا عايزاها، بحط المصحف في الشنطه، بحط بسكويت، بحط تمر. تمام. بحيث انت لو جوعتي، تمام، تلاقي ايه اكل وانت هناك. بحط السبحه بتاعتي، سواء مع السبحه دي على فكره انا جايباها من ابراج الساعه تقريبا. تمام. مش عارفه كانت ب20 ريال او حاجه كده، مش فاكره. حلو الكلام. طيب، فانا معايا الشنطه كروس. انا جايبه شنطه خفيفه عاديه رخيصه جدا جدا. بصراحه انا خفت على شنطي هناك، لان ممكن انت في الزحمه تتعمل منك، تتشد منك البتاع ده. دي والله العظيم هقول لكم، بصوا، اتقطعت مني. تمام. انا قلت الحاجات دي انا شايلاها. فكان معايا دبابيس بتاعت جوزي ديت، فرحت ايه عاملاها بيها بقى، وده لحد يصلحها. ماشي. شوفوا الوسع بتاعها اهو. تحطي فيها بقى مصحف، وتحطي فيها بقى ايه كل اللي انت عايزاه. تاخدي البسكويت بتاعك، تاخدي الميه، تاخدي البلح، بحيث ان انت لو جعتي او اي حاجه. بنتي ايه اقعدي.
لو جعتي ولا اي حاجه تطلعي تمرايه تاكليها، تطلعي بسكويت، مي، الحاجه بتاعتك، كل الكلام ده كله. فهمنا؟ دي اهم حاجه. هنخبي فلوسنا هنا، سواء احنا نايمين صاحيين في حمام اخدنا الشاور بتاعنا، هنلبس اللي انتوا فاهمينها ايه كويس بعد ما نشف جسمنا، وهنعمل نفك دي من واحده ونحطها في واحده. طبعا هي بتنشد على الاخر، تمام؟ انا بس ايه عاملاها لك عشان هفكها. تشديها وتشيليها فيها، يعني تشيلي دي. طبعا احنا جايزينها فرو ليه؟ عشان تبقى هي ملامسه جسمك، تمام؟ تشيليها في الامانات اللي احنا عارفينها ايه. انا مش عايزه افسر في الفيديو، تمام كده؟ طيب وانتي نايمه في الاوضه، احنا مش هنشكك في حد يا جماعه، بس احنا بيبقى معانا انتوا فاهمين ناس احنا ما نعرفهمش، ناس كده ناس كده. وسبحان الله يعني في زمان قالوا ايه؟ حرص ولا تخون. فقلنا ايه؟ حرص ولا تخون. والله انا كنت ايه، قلت لما انا شفت ان في واحده بتقول انا اخدت فلوس صاحبتي وهي ما عملتليش حاجه، وهي عماله تدور عليهم. يا جماعه انتوا عارفين 200 ريال او 400 ريال يكونوا يعني سبحان الله الحاجه اللي هتجيب بقى مثلا تراضي بقى حاجه، تجيب هديه لحد، تجيب حاجه لحد. فليه يعني الظلم ظلمات يوم القيامه. المشكله الست بعد ما تابت هي مش عارفه ترجع الفلوس لصاحبتها. فسبحان الله والله العظيم. تمام كده، احنا معانا حالنا، معانا حاجتنا، محافظين على حاجتنا عشان ما يتعكننش عليكي في الاخر وتزعلي على الفلوس اللي راحت. انا جوزي متاخد منه زي ما قلت لكم 500 ريال، بس انا جوزي كان فاتح الشنطه بتاعته على طول. هو معاه شنطه اللي هي اللي بتاعت الرجاله ديت اللي بتتحط على الكتف، تمام؟ كان دايما لسه فاتح السوسته بتاعتها. احنا خلينا واعيين فاهمين احنا بنعمل ايه كويس، نحافظ على حاجتنا. البتاع ده بسيط قوي، بس انا زي ما قلت لازم تجيبي فار وكده، ماشي؟ والشنطه ديت انا قلت لكم مش عايزه ما تاخديش شنط غاليه معاكي، هتزعلي لو اتقطعت. انا بصي واخده ايه باحقر سعر، مش عارفه كانت بكام والله، مش عارفه كانت 150 ولا 200، ما تزيدش عن كده يعني، علشان لو اتقطعت بدبوس واتعملت. انتوا متخيلين ان قدنا هي خفيفه؟ ف خلي بالك من نفسك، من حاجتك، من فلوسك. احنا فهمنا كلنا انا قصدي ايه دي بالظبط، حملت ايه. مش عايزه افسر يا جماعه، ممكن يكون في رجاله موجودين معانا في الجروب. فكره بسيطه جدا، فكره تخليكي ما تشيليش هم حاجه. انا كنت بشيل الفلوس اللي خاف عليها هنا، والفلوس اللي هي مثلا هستخدمها في اليوم. استنى اطلع لكم بس، شايفين اهو والله العظيم كنت بحطهم مثلا كده على طول، اطلع منهم 50 ريال ب50 ريال، او 100 ريال و100 ريال، او كده، او 20 ريال زي ما هصرف. بحطهم في البوك اللي هو في الشنطة اللي هي دي. البوك احنا قلنا بيبقى فيه جواز السفر، والبوك بيبقى فيه اللي هو الفلوس اللي بتاعت اليوم اللي هتصرفيها، وبيكون فيه آه ايه يا بنات، اوراقك لو معاكي اوراق مهمة، تمام؟ والفلوس احنا قلنا هتروح هنا. طبعا ربنا يرزق كل مشتاق، واللي في السعودية دلوقتي يدعوا لي. انا مشتاقة والله العظيم جدا 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 اني اروح اعمل عمرة، ويستنوني فيديو جاي، عشان انا بشوف دايما اسئلة في جروبات الستات بتقول نروح العمرة في ثنائي ولا في ثلاثي ولا في رباعي. انا هاجي اقول لكم الخلاصة اللي انا شفتها ايه. آه ادعوا للناس كلها اللي هناك، ما تنسونيش في دعائكم وانتوا في الحرم. مشتاقة جدا للعودة، ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب. و لو عايزين اي حاجة تستفسروا عليها سيبها لي في الكومنتات تحت. ما تنسونيش بقى في اللايك، حلو منكم، وتعليق، اشتراك. وربنا زي ما قلنا يكتبها لكل مشتاق. وعايزين نختم الفيديو بدعاء اللي بيقولوا ربنا يكرمه بالعمرة، ولا هو كريم رسول الله والله أكرمه، فهل فقيرا بين الأكرمين يحرمه. وأشوفكم في فيديوهات تانية جاية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وربنا يكتبها لكم كلكم يا رب. سلام.